فاهم؟ ليه على المره على لا انا بتكلم على الامريكان كانوا جايين في العصر البابليكي يعني. ايوه اول حاجه تحبسه. فيديو النهارده هيبقى عن الامثله الشعبيه، بس مش امثله شعبيه مصريه، امثله شعبيه بتاعت حبايبنا اللي احنا نسيناهم، حبايبنا اللي احنا ما بقيناش بنشير عنهم وتقريبا كده زهقنا. فيلا نبدا التحدي. هقول لكم مثل شعبي باللهجه حبايبنا. حلو، اللي هيفهمني معنى المثل الشعبي ده هياخد بوينت، اللي هيعرف يجيب له مثل مشابه ليه بالمصري هياخد بوينت، اللي هيعرف يجيب مثل مشابه ليه بالانجلش هياخد كمان بوينت. فانت من المثل الواحد تقدر تجيب كام بوينت؟ 3 بوينتس. انا بمعرفتي بيكو اظن انتوا مش هتقدروا تجيبوا قوي المثل المصري، فده احنا هنسيبه للناس في الكومنتات. يلا نبدا التحدي. يلا عايز اقول بس حاجه اخيره. معلش ازاي دخلت عليك في وقت غير مناسب. اعذروا لهجتي، بدانا اصلا اهو. انت لهجتك كده يا عليك عمر. لا انت حبيبنا جدا. اول بروفيرب معانا او اول مثل شعبي من عند حبايبنا بيقول ابن الحلال عند ذكره بيبان. ده معناه ايه؟ ابن الحلال بيبان عليه، يعني الواد الكويس لا 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 فكك. انا عايز اعرف ايه الموقف اللي ممكن يحصل فاقول ابن الحلال عند ذكره بيبان. زي ابو تريكه مثلا، ان هو دايما في اي موقف فعلا بيبان فيه مين اللي مناصر من لا حاول. عرفت اللي هو speak of the devil ده بالانجلش معناها اللي هو لسه جايين في سيرتك بالمصري كده معناها ده المعنى. طيب تعرف تجيب لها ايديم مصري؟ ايديم مصري سهل عليه. يا ريتنا جبنا $100 مليون. بس في حاجه احسن ممكن تقولها. احنا بنقولها عادي شبهها قوي اصلا. ابن حلال مصفي مفيش مصفي يا ابني. بطل بقى العبط. صح كده حازم. كده حازم هياخد 3 بوينتس. ما جابهاش المصريه. يا ريتنا جبنا $100 مليون. يعني انا واصحابي بنقول اللي بعده. تاني بروفيرب معانا. السعيده لقت حديده. السعيده لقت حديده. ربنا يهني سعيد بسعيده. كويس بلاك كويس. لا انا هقول لك السعيده بتلاقي حديده ده اللي هو ايه لما حد يكون حظه سيء وحش قوي 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 فاهم فلاقي العظمه الكرشه. ايه مفيش حاجه عظمه في كرش. انت عايز ازاي والله ايه سعيد. لا يعني سعيد الحظ سعيد الحظ بيلاقي العظمه في الكرش. الكرشه لا مش قوي بس قريب. انا ممكن اعتبر السيف اديله بوينت كده من بعيد شويه يعني. عظمه في الكرش. السعيده لقت حديده ده يعني ايه؟ باقل فرصه انبسطت باقل حاجه. يعني مثلا اول حاجه تحبسه. لا افهمك. كان في بلد زمان في ايام العصر البابليكاني. كانت البلد دي وينك كانت البلد دي في امريكا الجنوبيه في العصر البابليكاني. فكانوا في امريكا الجنوبيه زمان لما كان بيبقى في مثلا بيختاروا الملك ده كان بينزل بقى يوزع على العاميه البابليكيه اللي في الجنوبيه الامريكيه. كان بينزل يوزع عليهم مثلا ايه عظم فراخ. هم كانوا بيحبوا عظم فراخ قوي. رجول فراخ بالظبط. فاللي هو احنا مش لاقيين ياكلوا وبرضه بعدها مش لاقيين ياكلوا. بس وقت بقى ما الملك ده كان بيعدي كده على الشارع وبيوزع عظم فراخ كانوا ينبسطوا بقى ويقعدوا يرقصوا قدام اللجان العصور البابليكانيه. ايوه قدام العصور البابليكانيه بقى باللبس البابليكاني والجو ده. كانوا بيجوا بقى ايه يرقصوا بقى في كده. فده ساعتها بقول لك السعاده لقت الحديده. لو انت شحات ومش لاقي تاكل ما فاهم. ليه على المره على لا انا بتكلم على الامريكان كانوا جايين في العصر البابليكي يعني. ايوه حد يعرف يجيبها بالانجلش؟ every little bit helps. every little bit helps. تمشي صح. كويسه جدا. بوينت يا سيف. كده سيف 2 بوينتس وحازم 3 بوينتس. اللي بعده. ثالث مثل من عند الحبايب بيقول العرس عرسي وبرقص لنفسي. لا ده سعد الصغير غلط. ايوه هي المقصود منها حاجه تانية برضه. قول المثل تاني. العرس عرسي وبرقص لنفسي. كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. ايه العلاقه؟ هقول لك ده معناه ان انا هفرح لنفسي مش عشان حد يفرح لي يعني. فالفرح ده فرحي وانا اللي هرقص لنفسي برضه مش عايز منكم حاجه. ايه موقف يحصل ممكن تقولها فيه؟ ايوه زي مثلا ايه اكون ناجح ومحدش مهتم يعني مثلا او انا اعمل انجاز ومحدش مهتم. صح يا حازم. انا عامل انجاز ومحدش مهتم. انا اللي قلت كل حاجه. انا مش مثل انا هدي البوينت دي للاثنين بس هقول معناها الاول. انا مش فارق معايا نظرات الناس يجادجوا ما يجادجوش. انا مش فارق معايا اي حاجه. حد يعرف يجيب لها مثل بالمصري؟ العرس عرسي وبفرح لنفسي. اي البخت ده العب ما فكرش اي حاجه. خلاص دي هنسال الناس في الكومنتات تحت يكتبوا لنا. حد يعرف يجيبها بالانجلش؟ ثانيه كده بسيطه قوي بنشتغلها على طول في الكورسات عندنا. هقول لك انا جبتها. ها dance as if no one is watching. dance as if no one is watching. يا حازم صح. حازم خد كمان بوينت. حازم بقى 5 بوينتس سيف 3 بوينتس. البروفيرب اللي بعده بيقول ايه؟ اذا قلنا لها اطبخي
بتقول مريضه او مريضه، واذا قلنا لها كلي بتقول وين معلقه العريضه. اذا قلنا لها اطبخي بتقول مريضه، واذا قلنا لها كلي بتقول وين معلقه العريضه. معناها واضح يعني، لو تيجي تقول لك قوم اشتغل، تقول لك مش، يقول لك مش قادر مثلا، لكن ساعة الفرح والهنا والسرور هندوس. صح يا حازم، ده المعنى الحقيقي ليها. فانت كده يا حازم خدت بوينت للمعنى. تعرف تجيب لها مثل بالمصري، او حد يعرف يجيب لها مثل بالمصري؟ ما تقولش وقت الدح ما تقولش محدش يعرف صح؟ خلاص لو في مثال ايه البخت ده عضم في الكرش. لا لا تبقى تكسب واحدة منهم تطلع كده. في بروفيرب بالانجلش مشابه لده، حد يعرف يقوله؟ هي كان ليها علاقة حاجة بالعروسة وبالجواز. اقول لك افتكرتها. Always a bridesmaid, never a bride. never a bride. صح كده، دي الترجمه الحرفيه بتاعتها، لان انا دايما صاحبه العروسه عمري ما كنت الايه العروسه يعني. على اساس يعني المثل مقصود بيه ان صاحبه العروسه بتبقى مبسوطه اكتر من العروسه. طبعا ده في المجتمعات اللي هي طبعا الغربيه، لانهم بقى بالنسبه لهم بقى العروسه بتبقى كوميتد وهتتجوز ومسؤوليات واولاد وعيال، انما طول ما هي صايعه وحلوه وصاحبه العروسه بتبقى احلى يعني. اظن الموضوع معكوس عندنا في المجتمعات الشرقيه يعني. حازم 7 points save 3 لعبتي points. البروفيرب اللي بعده: عاشر المصلي تصلي، وعاشر المغني تغني. الصاحب ساحب. الصاحب ساحب. ايه ده؟ يعني انت لو مصاحب شخص كويس، المرأة على دين الخليل. شوف بقى هتدي الحازم ولا هتدي؟ معلش، المرأة على دين الخليل. صح. هو كسبني بالدين. ياخد المثل بس انا اللي فسرته. ماشي خلاص، انا هعتبر انا هعتبر دي ودي. المثل بالانجلش ممكن يبقى عامل ازاي؟ لا هقول لك، ولا استنى نعمل ايه؟ Birds of feather flew together، حاجة كده. flock together. صح كده، سيف كده. صاحب على اشكالها تقع. كده عايز بقى 8 بوينتس سيف 5 بوينتس. اللي بعده ده مفضل بالنسبه لي بصراحه، يعني حاجه بالنسبه لي عجبني، خصوصا ان انا هعرف انطقه طبعا باللهجه بتاعتهم، فهتلاقيني قوي فيه. انت رهيب في اللهجه. بقول لك ايه بقى، صار للذبانه ايه دكانه، وصارت تسكر بالكير. ايه ده؟ ما تهزرش، عمر راح فين؟ فين عمر؟ افتكرت اسمه كان انجليزي في الاول. صار للذبانه دكانه، وصارت تسكر بالكير. اللي هو اللي يصحى الصبح يلاقي الرزق يحب خفيه كده. معناها يعني ان ايه، اللي ملوش لازمه بقى ليه لازمه، يتعمل له لازمه وفتح دكان ولا وبيتنك وبيقفل بالكير بدري. يا ابن اللعيبه جامد قوي والله العظيم، برافو عليك. دكانه يعني. خدت يا سيف كده بوينت للمعنى. حد يعرف يقول مثل مصري ليه؟ اللي ملوش كبير يشتري فيه. ايه العبط ده يا ابني؟ انت حافظ مثالين مصريين فاهم، بيلزقوا في عظمه. طيب المثل المصري هنسيبه للناس في الكومنتات هي اللي تقوله. عايز اعرفه. ما انا ما اعرفش والله. حد يعرف يجيب حاجه مشابهه ليه بالانجلش؟ from zero to hero، او في حاجه ثانيه هقول لك اللي هي from rags to riches. from rags to riches. صح كده سيف، خدت بوينت الانجلش. سيف بقى 7 بوينتس وحازم 8 بوينتس. انا جاي راجع. اللي بعده: الاسكافي حافي والخياط عريان. الاسكافي حافي؟ الاسكافي حافي والخياط عريان. يعني هقول بيتغطي، اللي متعري بيك متغطي. لا هي المتشلح بيك غلط. اي حاجه فيها تشليح. باب النجار مخلع. يا ابن اللعيبه ده المصري. طب معناها ايه؟ اللي هو يعني اللي هو صاحب الحاجه ما بيعرفش يعملها، يعني مثلا ابن الامام لازم يطلع زي حازم خد 2 بوينتس من هنا مظبوط. ثالث حاجه بقى بالانجلش. لا دي سهله. انت جاي تكلمني انا. The doctor heals him everyone by himself. صح كده، حازم خد 3 بوينتس دول. حازم فجاه نط من 8 بوينتس ل 11 points. 11 بوينتس. وسيف 7 بوينتس. اللي بعده: عمر الحيه ما بتصير خيه. عمر الشاي بقى. لا اي كلام. اي كلام بقى. عمر الحيه ما بتصير خيه. عمر الحيه ما بتصير خيه، او عمر الحيه ما بتصير خيه. ده معناها ايه؟ ان الشرير عمره ما يكون طيب، دايما هيفضل شرير. صح. ده فيلن از ذا فيلن. صح تسلم. حد يعرف يجيب لها مثال بالمصري؟ مثل بالمصري مش كان مفيش عمر الشيء عمر الشيء عمر الشاي. عمر الشرير ما يبقى طيب. انا عرفت الناس اللي بتحب انجلش. قول. هو ذا تشيدر. هي دي اوه ماي جاد. هقول once a cheater always a cheater. صح كده حازم، قلتها بالانجلش دي اللي انا كاتبها. صح كده حازم، once a cheater always a cheater. كده حازم خد البوينت بالانجلش 12 بوينتس وسيف 8 بوينتس. كده حازم كسب المره دي 12 بوينتس وسيف 8 بوينتس. زي ما قلت لكم الفيديو ده هيبقى عزيز قوي على قلبي، بس عايزين نختم على قلبنا كلنا والله. عايزين نختم بمثال اخير انا جبته، بس طبعا ده للاسف عمرك ما هتلاقي له اي ترجمه غير من عند بلد حبايبنا. لا هتلاقي له مثل بالمصري ولا هتلاقي له ترجمه بالانجلش. هتحبس دلوقتي. المثل بيقول ايه بقى؟ الدار دار ابونا واجوا الجوس يطحونا. الجوس طبعا اللي هو عصير يعني. جوس. يا مارك نقصد الجوس اللي هو العصير.
الدار انا ده عطشان قوي. الدار دار ابونا والجوس اجوا يطحونا. وطبعا دي من الامثله الحزينه يعني، ولكنها ان شاء الله قريب جدا كل ده هينتهي. اهم حاجه بس ما ننساش ونفضل فاكرين. وبس كده يا شباب، لو حابب تتعلم انجلش عن طريق التحديات او الحاجات المختلفه دي، تقدر تسال على كورسات شكرا يا اسطى. هتلاقي كل انواع الكورسات للهجه او للهجه عندنا مواعيد بالديره متاخره. ديره ساره تتسكر بالكيف. بس كده يا شباب، شكرا يا اسطى. ده انت خد قوي. انا صاحب من القعده دي.